عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية للمؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ال ATE. تحت رعاية حزب التحالف الوطني المصري عادت فعاليات منتدى شباب العالم مرة أخرى، حيث يعتبر هذا الحدث الهام منبرا للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار حول قضايا هامة. تحت إشراف المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف يرأس النائب محمد القاضي منسق عام منتدى شباب العالم، وهو يمثل أمانة الشباب للتسجيل. لمزيد من المعلومات والتسجيل يمكنكم زيارة الرابط الخاص على موقع إحياء مصر. تحيا شباب. بيان رسمي: تعاون استراتيجي لحل مشاكل المواطنين بقيادة النائب محمد خالد القاضي. قد أبرم النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري مبادرة طموحة تتمثل في إبرام بروتوكولات تعاون متعددة بالتعاون مع قيادات تنفيذية وسياسية واجتماعية وشخصيات عامة من مختلف القطاعات بهدف حل المشاكل الملحة للمواطنين. تعكس هذه المبادرة التزاما قويا بتحسين جودة الحياة في المجتمع المصري. تتضمن البروتوكولات الموقعة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتنوعة، مثل تعزيز استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف، والارتقاء بالخدمات الصحية، وتطوير برامج شبابية ورياضية، وتحسين البنية التحتية في قطاعات حيوية كالطيران المدني والطاقة. تهدف هذه البروتوكولات إلى إحداث فارق ملموس في حياة المواطنين. بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تهدف إحدى البروتوكولات إلى تعزيز الأمن الداخلي عبر استراتيجيات فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. يجسد هذا التعاون العميق إدراكنا لأهمية الأمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. يركز أحد البروتوكولات على تطوير برامج شبابية ورياضية تهدف إلى دعم النشء وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وهذا يعد حاسما في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. نحن نؤمن بأن هذه البروتوكولات ستحقق تأثيرا إيجابيا ملموسا على المدى الطويل، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والتنمية المجتمعية والاقتصادية في مصر. إن التعاون الشامل يعكس التزامنا برفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لمصر. التقرير من المؤسسات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري برئاسة النائب محمد القاضي يتحدث عن مفهوم جدار الشيطان الإلكتروني، والذي يشير إلى التأثير السلبي للتقنيات الإلكترونية على المجتمعات. ويشير التقرير إلى دور الحسابات الوهمية أو ما يعرف بمزارع الذباب الإلكتروني، والتي يتم استخدامها من قبل بعض الجهات لتحقيق نفوذ سياسي واقتصادي عن طريق نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام. وفقا للتقرير فإن هذه الحسابات تؤدي إلى انتشار الإشاعات وتساهم في إثارة الفتن وتحريض الناس، مما يجعلها قوة خفية تؤثر في السياسة والاقتصاد، مما يمنحها قدرة على السيطرة والنفوذ والشهرة. بكل فخر واعتزاز حضرة السيدة غادة محمود أمين النحيف، الأمين المساعد لمحافظة القليوبية بالمؤسسة الوطنية لمكافحة التطرف، المؤتمر الافتتاحي للمنتدى الحضري العالمي 12 ممثلة عن المؤسسة. وقد شرف المؤتمر بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقى كلمته في الجلسة الافتتاحية معربا عن أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المدن الحضارية. أصدر السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ال ATE قرارا تنظيميا بناء على ما عرضه السيد الأمين العام اللواء محمد شريف غازي المادة الأولى، تكليف السيد مصطفى مجاور سيد مجاور أمين مساعد اللجنة للدفاع وحقوق الإنسان. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية للمؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ال ATE. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.